السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم كامل وانتم مهنيين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم يا البنات نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. لا فيديو تاع اليوم يا البنات هي عبارة عن مواد تنظيف اللي راني دايرتهم في بيت الخزين. اولا قبل كل شيء لازم تفهموا خياتي انه بيت الخزين قد ما تكون عندكم يعني فيه اقدميه، يعني عندك بزاف وانت تحطي في بيت الخزين، قد ما يكون عامر. مي انا تلمو بديت معاكم بيت الخزين هذا العام، فاكيد راح تشوفوه شويه فيه نقائص. اول حاجه اللي لازم تفهموها انه لي تكون ما عندهاش مكان وين تحط بيت الخزين، يعني تيفيتي دير بيت الخزين كبير. كما تعرفوا انا ما عنديش درك، ما عنديش بلاكار، ما عنديش وين نحط. وسورتو تعرفوا مواد تنظيف يعني نخافوا بزاف على اطفالنا منهم. يعني مادام عندي اطفال صغار في البيت فاكيد راح نخاف عليهم من مواد التنظيف. لازم يكونوا في يعني مكان مغلق، يعني اللي نقدر نبلع عليه اللي ما يقدروش وليداتي يعني يفتحوه ولا يستعملوه، ولا باسكو هذه الدنيا ما نعرفوش كاع كيفاه. الوغ الحاجة الثانية اللي حبيت نفهمكم خياتي انه بيت الخزين هذا تاع مواد التنظيف ماشي شرط لازم يكون عندك فيه بزاف مواد ومتنوعين يتو. دي فوا تنسحقوا مواد، صح، مواد تاع التطهير والتنظيف يتو اللي يكونوا نيسيسار. انا الحاجة اللي لازم تكون عندي في الدار هي انه يكون عندي كما راكم تشوفوا هنايا عندي هذا بدونة تاع لو جافيل، هذه بدونة تاع لو جافيل البنات، هاي ليكم جافيل. هذا جافيل يا البنات انا نشري من عند تاع السيارة هذوك. هذه بدونة 10,000 البنات، يعني تقدري تشريها في الشهر، تشري بدون 10,000 هكذا راح يشدلك شهر طول. بالنسبة كذلك المواد تنظيف عندنا سائل غسول الملابس. نقول لكم اي نوعيه اختاروها، ما يهمش، ما تشوفوش لا مارك، اختاروا اي نوعيه اللي نتوما تغسلوا بها واللي تكون شويه موان شاغ واللي تقدروا يعني تغسلوا بها وتخرج لكم حوايجكم. بالنسبه ليا انا نمشي من عند صاحب السياره هذاك نشرو بالريتله، اكيد الريتله راح تكون 10,000 كذلك هي للريتله، ولكن وتروحوا يعني تعمروا هكذا كيما نقولوها في الشهر. اعمري بدون تاع 3 رواتل ولا 4 رواتل ولا 5 رواتل 50,000 وانتي تهنيتي. لانه كيما نعرفوا حنايا هادو تاع اللي يعني اللي نشروهم الواجدين ميمبورت كال مارك، يعني نصيبوهم 60 50 المهم، ولكن تصيبي فيه يعني 2 رواتل ونص ولا 3 رواتل، المهم الحاصل ما يفوتش. حب يقول راح يكون فيه زيادة ب20,000، يعني 200 دينار جزائري. لهذا نقول لكم اللي حبت تقتصد تشري من عند مول السيارة. بالنسبة للصانيبو حتى هو يا البنات والله فيه الريحة ومركزة جدا 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 عند صاحب السيارات هذاك اللي يبيع. وصدقوني صدقا ماشي راني يعني ما عنده حتى ماركة وما عنده حتى علامة، يعني كما كنت تشوفوا في الجيريكا هذه. انا نشري كذلك في الشهر نشري جيريكا كيما تشوفوا هكذا تستقم المهم 5 روات 12,500 باسكو هو 2005 للريتلا. باغ كونطخ جافيل 2000 يعني هذا 2500 للريتلا، حب يقول 12,500 تعمر لك جيريكا. فهمتوني البنات؟ حب يقول هذه وهذه وهذه يعني 3 هكذايا 50,000، وانا درت ب50,000 وانا عمرت 3 يشدولي شهر طول. بالنسبه للغسول الاواني انا قلت لكم ما نحبش تاع صاحب السياره ده يجيني شويه خفيف، نشري تاع يعني اللايف هذا. شريته المره اللي فاتت في الشهر هذاك وما استعملتوش، يعني مازال ما استعملتوش، ما فتحتوش، حطيته في بيت الخزين. وبالنسبه للاكل راني شريت الكبار كامل هذوما، شريت اكل الكبار يعني مازال ما استعملتهمش لانه عندي في يعني واش راني نستعمل عندي وحده. الوغ خليت حتى كي نكمل هذيك باش نبدا نجبد من هذوما. فهمتوني البنات؟ كيما هذا الازيز يعني كل خطره هكا تقدروا تنقصوا. بالنسبه لل يعني
واش راني نستعمل المعطر، باين بلي نشروه المعطر، عندي لوغاج نحبها ونحب ريحتها. بالنسبة اكرمكم الله الفليت ولا تاع اكرمكم الله الدبان ولا ناموس ولا البعوض هدايا، انا غادا نشري هدايا ستوب الكبير، يعني ما شاء الله يشد، ويعني السعر تاعو 27,000. يعني ما شاء الله يشد مليح، يكفينا يعني قيس الشهر. كما قلت لكم يا البنات، هو انه انا دائما يعني راح نستعملوا هذو مواد التنظيف، ولكن بمساعده خلطات. يعني انا ما راح ندير ايا كلين ولا كما يقولوها لي مارك اللي معروفين اللي يحطوهم لي توبرز. الوغ نقول لكم انا نستعمل صابون طرف كريستو كما راكم تشوفوا، والبيكربونات الخل كذلك. بون، راح نقول لكم بلي البنات بهذو الخلطات اكيد راح نديرو راح يعني يساعدونا في بيت الخزين. شوفوا البنات، مواد التنظيف ما يكونوش بزاف باسكو علاش شغل قلت لكم يا البنات انه مواد التنظيف ما يكونوش بزاف في بيت الخزين. علاه؟ لانه راح يعني نزيدوا ولا نضاعفوا الكميه ديالهم غير بالخلطات اللي رانا نستعملوهم في البيت، كيما غسول يعني الاواني. واش نزيدوا له الخل ونزيدوا له بيكربونات، وحنا هكذا ضاعفنا، والملح، وحنا هكذا ضاعفنا يعني من سائل غسول الاواني. بالنسبه للغسول تاع لا ماشين، يعني غسول تاع الملابس في الغساله، اكيد راح نستعملوا الصابون تاع الطرف، وراح نستعملوا كريستو. راح نعطيكم الطريقه ان شاء الله في الفيديوهات الجايين يخرجوا الحوايج ما شاء الله عليهم، والماشينه ديالك ما تريح ما والو. كي تكون يعني تريح لك ديري لها البيكربونات والخلف، اكيد راح تخرج لك الماشينه يعني ما شاء الله، والحوايج تاعك يخرجوا معطرين الله الله. كيما لو جافيل قلت لكم، ها هو بدون 5 رواتل ب10,000، يعني كيما نقولوها ما عندك وين تزيدي 10,000 وانتي جوزتي بها شهر طول. بالنسبه للصاليبو قلت لكم يا البنات، ما هوش شرط انك يعني انا نروح نشري، صح راح تقولوا لي بلي صانيبو امير خيريتو امير كلينيتو، مي صدقوني البنات هذا صانيبو تاني فيه واحد الريحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ويعني ماهوش شرط حتى ندير الريحه حتى نتخنق بها، نو حنايا راح نديرو ملطف ولا معطر تاع الارضيه اللي يعني مام هو ما راحش يعني كيما نقولوها ما يضرناش لا سونتي ديالنا. اكيد نهايه المطاف هذو مواد كيميائيه راح نستعملوهم، راح نستنشقوهم، وسورتو اللي عندها حساسيات ايفيتي لو ماكسيموم ما تخدمش بهذوك لي برودوي اللي راهم يحطوهم. اشاك فوا نشوفوا في الاسواق برودوي يخرج، برودوي تاع يعني دات دو سول، برودوي تاع لا فايونس، برودوي تاع لا ماشين، برودوي تاع يعني تاع كويزينيير. الوغ واش نقول لكم البنات، كاين خلطات اللي نديروهم حنا وكانوا يديروهم امهاتنا اللي نقدروا نصيبوا بهم يعني حلول ناجحة كما نقولوها. ولا انا حبيت نقول لكم خياتي انه دايما حنايا نقدروا نديروا التوفير في بيوتنا. انتي كربة بيت تعرفي مثلا كي تحبي تنقي لافايونس ديالك بلا ما راح نقول لك الخلطه، يعني اكيد الخلطات كامل تعرفوهم، وان شاء الله راح نعاود نبارطاجيهم معكم في لاشين ديالنا هكذا باش تستفادوا منهم بزاف. قلت لكم لافايونس تستعملوا الخل بيكربونات وكريستو، اكيد وكذلك الايزيز ديروهم في قرعه في شفاشه هذيك، ويعني اشاك فوا تجوزوا على لافايونس ديالكم هكذا ما يلحق يعني روتين الشهري بلي باش تغسلوا لافايونس تاع الكوزينه ديالكم تلقاوها ديجا راهي بروبر، يعني حاجه خفيفه الفوق هذا ما كان. بالنسبه كذلك قلت لكم لا ماشين ديالكم دائما حاولوا تديروا لها الخل، يعني مره في 15 يوم ديروا لها الخل والبيكربونات وخلوها تمشي على اقصى درجه، يعني ديروا لها درجه حراره، وهكذا راح يعني واقصى الدوره هكذا باش راح تتشلل معكم، تغسل لكم مليح وتتنقى لكم تري بيان. كذلك ما نساوش في التنقيه تاع لا ماشين في البوشون تاعها توربو من تحت، يعني نحو هذاك الاغلاق، نحاولوا نفتحوها، نحاولوا كامل يعني نخرجوا كامل واش يعني واش فيها.
ألوغ قُلت لكم تاني بالنسبة لدورة المياه يعني أكرمكم الله المرحاض، أكيد راح تستعملوا الخلطة تاع كريستو، راح ندير لكم جميع الخلطات يا البنات. بالنسبة للملابس اللي يكونوا يعني عندهم يعني أزواج ديالهم يعني يخدموا يكونوا الملابس ديالهم يعني بزاف متسخة ولا سورتو اللي عندهم أطفال كيما أنا عندي 5 أطفال الله يبارك، يعني دايمًا راح نلقاو مشاكل سورتو في اليدين، في الكول ولا سورتو كي يلعبوا ولا سورتو لا تونو تاع sport ديالهم. ألوغ يا البنات وشنو ديروا، راح نعطي لكم واحد الخلطة رائعة بالكريستو، يعني حنا راح نستعملوا كريستو، راح نستعملوا واحد الخلطة دوزيام اللي راح نستعملوا فيها بيان سور صابون الطرف وهكذا والبيكربونات. ألوغ البنات هنايا يعني إن شاء الله نكون فدتكم كامل في مسألة مواد التنظيف، لأنه بزاف جاوني رسائل على مواد التنظيف، علاش ما درتيناش مواد التنظيف تاعك الشهرية ولا في بيت الخزين. قلت لكم هذا هما الأسباب اللي خلاتني ما نقدرش ندير بيت الخزين بزاف كبير في مواد التنظيف، لأنه ما نقدرش نحطهم وين ريسكي باسكو عندي ولادي وما عنديش يعني كيما نقولوها بلاكار اللي يتغلق ونحط هادو مواد تنظيف. اون جينيرال حبيت يعني نقول لكم بصفة عامة انه تولهوا ينسى، ما تحطوش مواد تنظيف اذا كان عندكم اطفال، يعني تولهوا حطوهم الفوق في مرتفع، يعني يكون عندكم مرفع عالي ولا يكون بلاكار مغلق، لانه هادو مواد التنظيف يعني كيما نقولوها حاجة دونجي لأطفالنا، ما يلزمش كامل يتوشيوهم يتو. بالنسبة لغسول الأيدي أنا تاني نشري يعني قلت لكم نشري بتاع جيريكا كيما هكذا، ماشي هكذا تجيبي دونة تاني دير 35 ميل تاني ما شاء الله تشد الشهر وزيادة. ودايما نقول لكم حاولوا مام غسول الملابس تقدروا ديروا بالصابون، يعني راح تضاعفوا الكمية وراح تخدموا غسول ملابس كيما نقولها صابون مارساي ليكيد، تقدروا تخدموه غير بصابون طرف يا البنات، وراكم تعرفوا الخلطة يعني ترابي والصابون وفي الماء سخون وتضيفوا له البيكربونات أكيد والخل، وهكذا راح تتحصلوا على يعني دوبل، يعني راح تحصلوا حتى 10 لترات بصابون طرف واحد يا البنات. صدقوني وأنا حطيت لكم واحد الخلطة اللي تضاعفوا بها صابون سائل الأواني أو الملابس اللي حبيتوا تضاعفوا به، ضاعفوا بهذيك الخلطة اللي حطيتها لكم تاع لاسيد سيتريك اللي كنت حطيتها لكم والبيكربونات والخل. فوالا البنات ولهنا ما بقى لي غير نقول خياتي تهلاو في رواحتيكم وربي يدوم كستكم، وما تنساونيش ما تبخلونيش بجيم بارطاج الفيديو لاشين لو ماكسيموم مع كامل صحاباتكم حباباتكم في كامل لي ريزو سوسيو ديالكم هكذا بتاعهم الفائده ويستفادوا هما معنا كذلك. ما تنساونيش البنات كي يتحط لا فيديو اضغطوا على زر الاعجاب. الله يعطيكم الخير والربح ان شاء الله، وربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وإن شاء الله ربي يرزق كل وحدة راهي في أمس الحاجة كلش 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 كلش. نقول لكم يا البنات من هذا المنبر أنه بيت الخزين راح يكون متنوع إذا كنت تعرفي كيفاش يعني كما نقولوها تنظمي روحك وأمورك وتضبطي صوالحك. هذا ما كان في نهاية المطاف مبقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.